بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. النهاردة اقول لكم الفرق ما بين الجهاز الكهرباء والجهاز الشفاط اليدوي، وهقول لكم كيفية استخدامها وازاي بتفتحوه عشان تعقموه بترجعوه تاني. دي الشنطة اللي جه معاه جهاز الكهرباء، شركة محترمة جدا وممكن تعملوا سيرش عليها على جوجل. ده مش هنبدأ اول حاجة بالجهاز شفاط الكهرباء. ده عامة شكله بعد التركيب. الجهاز بيبقى 150 ملي. ده البوكس بتاعه، بيبقى عليه ضمان يا بنات 2 سنين، ولازم تفعلي لازم تفعلي الضمان. لو ما فعلتيش الضمان مش هتعرفي تستخدمي الضمان بتاعه. عامة الشركة بتاعته محترمة والأرقام بتاعته ورا الكرتونة، ممكن تكلموا واتساب. الخدمة العملاء بتاعتهم بتبقى من الساعة 9 صباحا إلى الساعة 2 بس. ده كل المكونات اللي بتبقى في الكرتونة. ده جهاز الموتور، وده اللي اساسي اللي بيشفط اللبن، ودي بردك اداء ليها، وده المقاس اللي بتحطوه عند الصدر. بيبقى فيه مقاس 25 ومقاس 17. بس عامة استخدموا 17 او 15، الاتنين هتبقى مناسبة مع كل هو الاحجام بتاعته، وبيجي معاه طبعا وصلة شاحن. الجهاز مش بيعمل صوت. الجهاز عايزه اقول لكم هترتاحوا جدا. لو واحده عندها شغل، لو هتنزلي بتشفطي. وطبعا التعليمات بتاعه اللي هو التشفيط هقول لكم في اخر الفيديو. السيريال نمبر والرقم الموديل بيبقى ورا. ما ترموش الكرتونه عشان لو احتاجتوا الضمان. ما ترموش الكرتونه، والضمان هتلاقوه في الكرتونه نفسها. ده الجهاز عامه بتاعنا. بتفتحه كده وبتفكي الحتة دي. كل القطع اللي انا بفكها لكم ده عشان لما تيجوا تعقموا، طبعا هتعقموا من غير جهاز الموتور. اي قطعة بلاستيك بتتعقم كده. الموتور بقى لوحده، يعني لما تيجي تفتحيه بيبقى الموتور لوحده. وبتفكي كل قطعة لوحدها عشان تعقميها، وطبعا ايدك تكون نظيفة. ولما بتغلي ميه من الكاتل ما بتحطيهاش على البوتاجاز، لا، من الميه على الكاتل 10 دقايق بالظبط وتشيليه، والقطعه دي بتتشال. والقطعه دي بيبقى ليها 3 غيارات في العلبه نفسها، بس انا طبعا مركبه واحده. القطعه دي لتثبيت كل قطعه مهمه. القطعه دي لتثبيت الجهاز الشفاف من تحت. في اخر الفيديو يا بنات هتلاقوا طريقه التعقيم ازاي في اخر الفيديو. انا بفك لكم الجهاز واحده واحده وترجعوا تحطوا تاني، عشان في ناس اول ما بتشتري الجهاز بتتلخبط وبتشقلب كل قطعة غيار. والقطعة دي كمان بصي، هو كل قطعة بتتشال من مكانها عشان هنا المقاس، بس هو مش ظاهر في الفيديو، مكتوب 25. دي بدك ليها قطع غيار جوه الكرتونة. اي حد عنده سؤال سيبه كومنت وانا هرد عليه عادي. والقطعة دي برضو الصغيرة اللي انا فكيتها ليها قطع غيار جوه، ودي برضو من يعني كل قطعة مهمة في الجهاز. انا كده هرجع اجمعه تاني. بتحطوه في الاتجاه ده ولازم تضغطوا ضغطة لجوه. بعد كده بتركبوا البلاستيكة الكبيرة. ده بيبقى مقاس البريست 25، وبتضغطوا لجوه عشان لو ما ضغطوش وقفلتوا كل قطعة لوحدها الشفط مش هيكون مظبوط. ده مقاس 25. بتضغطوا لجوه عشان كل حاجة تبقى تمام.
احنا كده خلاص ركبنا الجهاز ده. الجهاز عامه كان فيه هنا بلاستيك بس اتشالت مني. هقول لكم طبعا بيبقى فيه 3 درجات. هقول لكم الفرق ما بين ال3 درجات ايه. اول حاجه بتفتحي دوسه مطوله هيتفتح لك بالشكل ده. اول شكل من فوق اللي معمول عليه سهمين تحت بعض ونقطتين، السهمين دول يعني المساج، بتعمل مساج للصدر. اما اللي بعدها النقطتين ده بيبقى شفط بس. اما اخر مرحلة الشفط والمساج مع بعض. لكن نصيحة اعملي اخر مرحلة بس. اول لما بتبدأي ابدأي باول مود اللي هو المساج، وبعد كده اخر مرحلة، وليها درجات من 1 ل9. ولما تيجي عادة تشغليها بتدوسي تكة بعد التكة المطولة اللي انت فتحتيها، وعايزة تقفليه بتقفليه زي ما انا قفلته كده. ودي القطع الغيار اللي انا بلغتكم عنها، بتبقى موجودة جوه الجهاز. كده احنا خلصنا. اي حد عنده اي سؤال سيبوا كومنت وانا هرد عليكم. كده احنا خلصناه. هنبدأ بالشفاط اليدوي. انا جايبة اللي هو البابلز، ممكن تجيبي اي براند عادي براحتك، لكن ده النوع اللي انا جربته. الكرتونة بتاعته بتبقى كده. التعليمات لورا انها بيتحط في عادي بتغلي الكاتل وبعد كده تصب المية. كل الحاجات دي بتتعقم. الشفاط اليدوي بقى كل حاجة فيه بتتعقم. الشفاط الكهرباء الموتور نفسه طبعا ما بيتعقمش. دي الحاجات اللي بتبقى جوه الكرتونة. انا كده كده يعني مكونة الشفاط كله، وبعد كده هفكه معاكم تاني. لما بيتركب بيبقى هو الشكل ده. الازازه دي بتتفك. الازازه دي بتبقى جوه العلبه برضو، انتي مش بتشتري ازازه. الازازه دي بتبقى جوه ومعاها برضو ال يعني العلبه بتاعتها كلها كامله. كل القطع دي بتتفك لوحدها، والقطعه دي بتتفك عشان في ناس كتير قوي مش يعني مش عارفه ان هو بيتركب. كل قطعه بتتفك لوحدها. لو جبتوا يا بنات اي علبة بابلز هتتلف على الشفاط، لكن لو جبت اي براند تانية معرفش هتتلف ولا لا. بس الشفاط ده بيتركب على اي نوع ببرونة بابلز. معرفش اي نوع تاني يركب ولا لا، بس ده بابلز اللي موجود. والعلبة دي ال 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 الببرونة دي يا بنات بتيجي مع الشفاط، يعني مش بتحتاجي تشتري واحدة تانية. ولما تيجي تشفطي تدوسي تكة وبعد كده تسيبي، تدوسي تكة وبعد كده تسيبي. بس انا عايزة بقى اقولك الفرق ما بين الشفاط اليدوي والشفاط الكهرباء. انا نصيحة اول لما تيجي تبقي والدة استخدمي الشفاط الكهرباء. انتي هتكوني تعبانة مش هتكوني قادرة تشفطي، وكمان هيبقى فيه وجع. ابدأي الاول بالشفاط الكهرباء، وبعد اسبوعين ابدأي بالشفاط اليدوي عادي. اليدوي عادي ده انتي بت آه، بت آه، بتستخدميه لما صدرك يكون مليان قوي بيبقى حلو قوي. لكن لو صدرك نص نص او فاضي استخدمي الشفاط الكهرباء. ده طريقة التعقيم اللي انا كلمتكم عليها في اول الفيديو. بتفكي حتى البلاستيكة من قدام. وفي بنات مش عارفة ان
بتاع البيضة دي لازمتها ايه؟ اللي بتبقى موجودة جوه الببرونة. القطعة البيضة دي ممكن ترموها، اما القطعة اللي هي دي لتوسيع الحلمة من فوق، لو عايزة توسعيها اكتر مش من الشركة اللي هي موسعاها. بتغلي مية وبتفكي طبعا كل قطعة لوحدها، وبعد كده بتصبيها كده 10 دقايق بالظبط، وطلعي كل حاجة على منديل، وخلاص كده خلصنا التعقيم بتاعنا. وطبعا الحاجة اللي انتي يعني انا الحلة دي مخصصة ليها اللي هو التعقيم اللي هو الببرونة، لكن ما تجيبيش حاجات من المطبخ بتستخدميها للحمة او الفراخ او كده تعقمي بيها، عشان تبقى آمنة طبعا على البيبي. وشكرا، وكده خلصنا، وما تنسوش سبسكرايب للقناة.